السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية أقول لكم العقلاء في الدنيا 3. مين هم العقلاء 3 اللي في الدنيا؟ أول واحد من رضى ربه قبل أن يلقاه، يعني بعمل كل حاجة ترضي ربنا وما يشوفنيش على معصية، وصوم وصلي وزكي وتصدق وساعد الناس. تاني حاجة، مين هم؟ من بنى قبره قبل أن ينزله، الإنسان اللي عارف إن مهما قعد في الدنيا هيموت وعمرنا في الدنيا قصير، فبنى قبره. مش ببني بقى قصر في التجمع وفي الجونة والدنيا واخداني وناسية آخرتي. تالت حاجة، من ترك الدنيا قبل أن تتركهم، يعني مش أنا متمسك بالدنيا وعمالة أسس فيها، ما أنا ماشي منها، أأسس لدار الآخرة على أساس إن الآخرة دي هي اللي بقيالي، هي الجنة ونعيمها. الدنيا دي كلها ما تسوى حاجة، انت النعيم بالنسبة لنعيم الجنة والآخرة. مش الدنيا واخداني وناسية الصوم وناسية الصلاة وناسية الزكاة وعايشة يعني بالطول والعرض في الدنيا، وأخيرا برضو هموت وابقى أنا بدال ما أخش الجنة ألاقي نفسي داخلة حتة تانية خالص ما كنتش أتمنى اللي أنا أدخلها. ليه؟ الدنيا خدتني. أنا مش عايزة يا حبايبي الدنيا تاخدكم، وتعرفوا إن دار البقاء هي الآخرة، هي الأجمل، نعمل لها. وكده يبقى عرفنا إن العقلاء في الدنيا 3: من رضى ربه قبل أن يلقاه، من بنى قبره قبل أن ينزله، من ترك الدنيا قبل أن تتركه. ها يا حبايبي، ويا رب كلكم تخش الجنة ونعيمها يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.